مساء الخير يا كوكيز، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انتوا لازم كلكم تسمعوا حكايتي. انا لما جيت اتجوز امي جابت لي المكنسه التهمه دي، ومن هنا بدات الحكايه. تعالوا بقى احكي لكم كل التفاصيل، بس لو عاوزين تشوفوا تجهيزات رمضان والروتينات والتنظيفات ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، ويلا بينا. بنات، عاوزه اقول لكم سر، انا جبت مكنسه جديده. انا ساعه جوازي جبت المكنسه الشارب اللي انا وريتها لكم اول الفيديو دي، وحرفيا ما شغلتهاش 10 مرات مثلا خلال 4 سنين. لسه هركب واشدها واشد السلك. هي وزنها على فكره 12 كيلو، فكنت اول ما اقول هكنس عضلاتي تتحايل عليا اشيل السجاد واكنس بالمقشه. لحد من 3 سنين قلت لا، انا لازم اجيب مكنسه سهله ما تعاقبش كل ما افكر ان انا استخدمها. في الاول قلت هجيب ارشيا الريشه، يعني كنت محتارة بين حاجتين، ارشيا ريشة وتكنو بيست، لان هما دولت اللي كانوا في البادجت اللي انا حطاه يعني. المهم لقيت من ارشيا ريشة في اصدار كده منها بموب مسح كده، والفرق بين الاصدارين اللي هي الكنس بس او اللي هي الكنس والمسح ما كانش كبير، يعني كان تقريبا 200 جنيه ولا حاجة. فقلت خلاص انا اجيب اللي بالموب، اهو 2 في 1، كنس ومسح. وبعد ما طلبتها كتبت على جروب اللي هو بتاع لو عندك مكنسه ادخلي ايه الفرق بين ارشيا وتكنو بيست. قالوا لي ان تكنو بيست فيها تنظيف جاف ورطب، اللي هو بتشفط جيلي او زبادي او سوائل. وانا كنت بشوف تكنو كذا حد شكر فيها، وهي برضو نفس الرينج ونفس البادجت اللي انا كنت حطاها لنفسي. وعلى فكره لقيت انه يعني اسعار المكانس اللي هي بتعمل نفس الحاجة بأسعار يعني بتوصل لحد 40,000. فأنا لا يا جماعة، هي مش هتأكلني وتشربني. المهم أول ما عرفت نقطة إن هو يعني بتشفط سوائل، قلت بس هو ده طلبي، عشان أحباب الرحمن طبعا اللي لاعبين البخت في الشقة والله. المهم كنسلت اوردر ارشيا، كانت ب 3200 بدون شحن. وهقول لكم انا ليه اخترت اللي هي السلكيه مش اللاسلكيه. اولا اللاسلكيه اتقل عشان البطاريه اللي بتكون فيها، برغم ان كان في نفس البادجت على فكره لاسلكيه، بس انا اخترت ديت. لقيت ان الريفيوهات عليها كانت حلوه جدا وكانت خفيفه، وزي ما قلت لكم بتشفط سوائل. طبعا ده مش متوفر برضو في اللاسلكيه. وكمان عرفت ان البطاريه بتبوظ على طول، زائد طبعا وفي اللاسلكيه معانا لحد 40,000 يعني. فاخترت تكنو بيست. يلا اقول لكم انا جبتها منين. انا جبتها من بنوته اسمها اميره، صاحبه جروب كده لمنتجات كلها وارد الخليج، اللي هو طبعا غني منتجات الوارد الخليج، يعني غنيه عن التعريف، كل اجهزتهم معروفه طبعا انها افضل اجهزه. وردت عليا ان هي ب 2850. قلت لها ابعتي لي واحده بسرعه جدا. وزي طبعا المثل ما بيقول لا تذم ولا تشكر قبل سنه و6 اشهر. بس خليني اقول لكم انا عملت بيها ايه مميزاتها، واقول لكم عيوبها وكل حاجه، وهقول لكم اصلا جبت فلوسها منين. يلا بينا. اول ميزه من مميزاتها طبعا ان هي وزنها اللهم بارك خفيف جدا، عكس المكنسه الشرب بتاعتي. ثانيا فيها شفط سوائل زي ما قلت لكم. هوريك لكم اخر الفيديو. بالنسبه لي ديت حاجه اكثر من رائعه، لان ممكن اغسل مرتبه مثلا لو فيها بقع، وهنعمل فيديو باذن الله واوريها لكم. ولو حد بنفس يعني طالب مني نصيحة ان انا اقول له لو نفس البادجت ونفس كل حاجة، انا هنصح بيها الصراحة. وانا وريتها لكم ان هي ما بتسخنش، وديت ميزة رائعة، لان انا كنت شفت برضو ريفيوهات عن سوكاني ان سوكاني بتسخن جدا، فهي الحمد لله ما بتسخنش خالص. كمان الفلتر بتاعها اسمه اعتقد هيبا دوت، انا دورت عليه طلع تحفه عشان ما بيطلعش تراب للناس اللي ايه عندهم حساسيه وكده. زي ما هوريكم مفيش عفره خالص. يعني التراب بيتجمع زي وبره كده، زي ما هنشوفها دلوقتي يا ولاد. وزي ما انتم شايفين انا مجربها لكم على السجاده عشان تشوفوا الحركه بتاعتها اللهم بارك هي ماشيه ازاي سهله. انا عندي السجاد كمان حفر، هي ما شاء الله لا قوه الا بالله ماشيه كويس جدا. كمان زي ما شفتم بنزلها تحت الكنب، بتنزل بسهوله. كمان زي ما احنا شايفين دلوقتي الشبابيك حواف الالوميتال بتسحب بسهوله. ده كان تراب بقاله فتره على فكره، فمجرد مسحه بعد ما هي شفطت التراب خلاص مسحه كده بفوطه، خلاص رجعت كانها جديده. كمان اللهم بارك كود شفتها رائعه،
وافضل كمان من شارب، لان شارب زي ما بوريكم كده عباره عن فرشه دواره، ودي وحشه قوي في اي مكنسه بجد، عشان انا مثلا السجاد كان عندي حفر، الفرشه مش بتدخل لجوه، فبالنسبه لي مش احسن حاجه، فما كنتش بتشفط كويس يعني. كمان اجمل ما في المكنسه ده ان هي ما بتاخدش مساحه، بس طبعا تشيلها بعيد عن احباب الرحمن. سؤال: هل كلها مميزات؟ مفيش عيوب؟ لا طبعا في كذا عيب، بس خلينا نقول ان اول عيب الدراع بتاعها، حاسه انه كان محتاج يطول شويه، ولكنه مش عائق نهائي وهنتعود اكيد. كمان السلك كان محتاج يطول، هو حلو في نطاق اوضه مثلا، لكن ريسبشن او اوضه كبيره برضو لا، ودوت برضو حله مشترك وخلاص يعني، او اللي هو او هو مشترك. وما ننساش حاجة مهمة جدا: أي فيشة ثلاثية أو جهاز وارد الخليج هاتوله مشترك ثلاثي من أي كهربائي، ده ب15 جنيه ولا حاجة. وأنا هوريكم الفيشة دلوقتي. ويشاء الله عز وجل في الشويه اللي انا بصور لكم فيها دي ابني بهدل الكنبه، فقررت ان انا اوريكم بتشفط الميه ازاي عملي بقى. انا هنا طبعا غسلت الانتريه او غسلت الكرسي، كان هو مشخبط عليه. المهم غسلت طبعا الانتريه واكنس اكنس اكنس. فضلت طبعا كنت مشغله المكنسه وبوريكم اهو هي بتشفط، وانا بمشي المكنسه عليها، وهوريكم الميه اللي هي اتجمعت فيها في الاخر. الصراحه انا اتفاجئت، يعني انا ما توقعتش خالص. انا هنا شلت حسيت ان كده هتبقى افضل، شلت الراس بتاعتها. وعموما لو انتوا بتعملوا ميه اشفطوا بيها كده، ما تشفطوش باي راس من الاتنين راس. وما جايب واحده للانتريه للكنس، وجايه بالكنس بتاع الارضيات، بس انا شلتها وحسيت ان هي ما شاء الله كتر بالله. طبعا انتوا شايفين الفرق يعني. وديت الميه اللي خرجتها. هوريكم برضو الكرسي السفره. انا هنا طبعا بوريكم الحاجه سريعا، يعني انا مش بوريكم تنظيفات يا بنات، انا بوريكم ان هي بتنظف ازاي وبتمسح او بتشيل الاتربه. طبعا ديت الجزء التاني بتاع المكنسه، ده بيدخل بين الاركين كده في الانتريه، في السفره، في المراتب كده يعني. وبيشيل الصراحه قوه شفتها اللهم بارك، جميله، ربنا يا رب يجعلها خيرا مما نظن. جبت فلوسها منين؟ انا كنت عامله جمعيه بسيطه ب 300 جنيه كل واحد لمده 10 شهور، كل واحده طبعا وعلى حسب امكانياتها، بس انا المبلغ دوت انا كنت عاملاه عشان ما احسش بيه. كنت عاملاها عشان خاطر اجيب المكنسه، لان انا كنت عايزه دي، يعني كنت خلاص، كنت فعلا تعبت من الشرب زي ما قلت لكم. اظن ان انا شفيت ووفيت يا بنات، مفيش حاجه بخلت عليكم فيها في الفيديو. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو حد عنده اي سؤال بخصوص المكنسه واي حاجه تخص تجهيزات البيت سيبوها في الكومنتات وهرد عليكم كلكم. واستنوني في تجهيزات رمضان وتحضيرات البيت، وفي مفاجاه الفتره اللي جايه. المهم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير كتير قوي، وباي باي.